تحت المربع هتساوي ايه؟ برضو نص حاصل ضرب القطر في نفسه. بمعنى يعني دي ممكن اجيبها ازاي؟ اقول ان نص لام تربيع بتساوي 18، اذا لام تربيع بتساوي 36. يعني اللام بتساوي موجب او سالب 6، طبعا مفيش عندي طول بالسالب فهتساوي 6. في المثلث أ ب ج، إذا كانت أ ج تربيع بتساوي أ ب تربيع زائد ب ج تربيع، فإن قياس زاوية كذا بتساوي 90 ب، يبقى إذا قياس زاوية ب بتساوي 90 درجة. عدد محاور التماثل المثلث المتساوي الساقين بواحد. هنا برضو القطران متساويان في الطول ومتعامدان فين؟ القطران متساويان في الطول ومتعامدان في المربع، لكن في المعين القطران بيبقوا متعامدان بس مش متساويان. انما في المستطيل بيبقوا القطرين متساويان ولكن مش متعامدان، لكن المربع هو اللي بيحقق ايه الكلام ده كله. يلا متوسط المثلث اكمل. متوسط المثلث يقسم سطحه الى مثلثين متساويين في المساحه. يتشابه المثلثان اذا كانت الاضلاع المتناظره متناسبه في الشكل المقابل س زائد ص. طبعا دي زاويتين دول تقاطع، ما دام في تقاطع يبقى اذا عندي الزاويتين هنا يا شباب متقابلتين بالراس زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى دي 140، يبقى اذا دي 140. تمام. يبقى ده كله بكام يا جماعه؟ ده كله ب 360 ناقص ال 140 زائد ال 140 اللي هي 280، معذره 280. يبقى 360 ناقص 280 هتطلع ب 80. يبقى اذا س ب 40 وص ب 40. بس هو هنا طالب س زائد ص، س زائد ص بتساوي 80. طول مسقط قطعه مستقيمه عموديه على مستقيم في هذا المستقيم هتساوي ايه؟ هتساوي صفر. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ طول مسقط قطعه مستقيمه، هذه القطعه المستقيمه اهي طبعا ملهاش ليها بدايه وليها نهايه. طيب عموديه على مستقيم، عموديه على مستقيم، طب هي طولها قد ايه؟ اهي طولها صفر. هو بيقول لك طول المسقط ده بكام؟ صفر، مش محتاج. ا ب ج ده المتوازي اضلاع مساحته 40 سم، فان مساحه المثلث ا ب ج بتساوي كام؟ طبعا مساحه المثلث هتساوي نص مساحه متوازي الاضلاع. المضلعان المتشابهان للثالث يكونان ايه؟ متشابهان، مش محتاج. المضلعان المتشابهان للثالث يعني ايه؟ يعني انا عندي والله ادي مضلع، اسف هنقول ان ده رقم واحد، وادي مضلع تاني، وادي التالت. طب يعني ايه الكلام ده؟ هو بيقول لك المضلعان متشابهان للثالث يكونان ايه؟ يعني مش عندي واحد بيشابه ثلاثة وعندي اتنين برضه بيشابه ثلاثة، يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا المضلعين دول مالهم متشابهين. يبقى 3 أ بيقول ايه؟ بيقول اذا كانت أ ب ج د أ ب ج د متوازي اضلاع وفيه ه تنتمي لأ د، تمام، وقياس زاوية ب ه ج بتساوي 90 درجة. إذا كانت ب ه ب 6 وه ج ب 8 أوجد مساحة المثلث ه ج ب. طيب وهات برضو مساحة متوازي الأضلاع أ ب ج د. طب يا شباب تعالوا نجيب دلوقتي مساحة المثلث رقم 3 ألف. هقول فيه المثلث ب ه ج القائم في ه. مساحة المثلث ب ه ج هتساوي نص القاعدة، نص في القاعدة في الارتفاع، اللي هي هتساوي نص في 6 في 8 اللي هي هتبقى 3 في 8 اللي هي ب 24 سنتيمتر مربع. طب معلش يا مستر، هو انت ليه حضرتك خدت الستة والثمانية؟ تاني، حضرتك ليه يا مستر خدت الستة والثمانية اضلاع؟ ما ده وتر يا جماعة، الوتر ما ينفعش اخده كقاعدة او ارتفاع. طيب يبقى انا دلوقتي جبت مساحة المثلث ايه؟ مساحة المثلث ب ه ج، قلت بيساوي نص القاعدة في الارتفاع وجه معايا. طيب دلوقتي هو طالب ايه بعد كده؟ طالب معايا هنا مساحة متوازي الأضلاع أ ب ج د، مساحة متوازي الأضلاع أ ب ج د. طب ده هجيبه ازاي مساحة متوازي الأضلاع؟ هقول له حاضر. بما أن أ ب ج د متوازي أضلاع، إذا أ د بيوازي ب ج، يبقى دي حاجة. وبما أن المثلث ب ه ج ومتوازي الأضلاع أ ب ج د مشتركان في القاعدة ب ج، يبقى إذا مساحة الشكل أ ب ج د بيساوي 2 في مساحة المثلث ب
ه ج، يبقى إذا مساحة متوازي الأضلاع أ ب ج د هتساوي كام يا شباب؟ هتساوي 2 في 24، هتطلع ب 48 سنتيمتر مربع. بيقول أ ج تقطع أ ج تقطع ب د في م، وأ د بتوازي ب ج. اثبت أن مساحة المثلث أ ب م بيساوي مساحة المثلث د ج م. إن أ د بتوازي ب ج، تمام؟ طيب كله ركز معايا هنا. بالنسبة للمثلث أ ب ج والمثلث ب د ج، يبقى المثلثين دول مالهم؟ مشتركين في القاعدة ب ج، وفي نفس الوقت أ د بتوازي ب ج. يبقى إذا مساحة المثلث ده اللي هو أ ب ج هتساوي مساحة المثلث د ب ج. يبقى أنا دلوقتي هقول له بما أن المثلث أ ب ج والمثلث د ب ج مشتركان في القاعدة ب ج، وبما ان هو مديهاني بيقول لك هنا اهو أ د بتوازي ب ج. اتمنى يا شباب تكونوا فاتحين الكتاب كده معايا. أ د بتوازي ب ج، يبقى اذا مساحة المثلث أ ب ج هتساوي مساحة المثلث د ب ج. طيب المثلث ب ن ج مساحة المثلث أ ب م هتساوي مساحة المثلث د ج م. الشكل المقابل المثلث أ ب ج قياس زاوية أ ب 90 درجة، وأ د عمودي على ب ج، وب د ب9، وأ د ب12. أوجد طول د ج وطول أ ج. طيب من نظرية إقليدس أ د تربيع بتساوي ب د في د ج. أ د تربيع اللي هي ب 144 هتساوي ب 9 في د ج، يبقى إذا د ج هتساوي ب 16 سنتي. تمام. طيب أوجد طول أ ج. هو دلوقتي عايز أ ج تربيع اللي حضرتك عايزها. أ ج تربيع هتساوي د ج في ب ج. أ ج تربيع اللي احنا هنجيبها أ ج تربيع هتساوي د ج اللي احنا لسه جايبينها اللي هي ب 16 في ب ج اللي هي 25 ب 20 سم. طيب بين نوع المثلث أ ج ب بالنسبة للزوايا. إذا كانت أ ب ب 6 سم وب ج ب 8 وأ ج ب 9، سهل جدا. هاخد أكبر ضلع فيهم. أكبر ضلع مين يا شباب؟ الأ ج. يبقى أنا أقول له أ ج تربيع بتساوي 9 تربيع اللي هي ب 81، وبالنسبة ل أ ب تربيع بتساوي 6 تربيع اللي هي ب 36، ب ج تربيع اللي هي بتساوي 8 تربيع اللي هي ب 64. يبقى إذا اتضح عندي إن أ ج تربيع أقل من أ ب تربيع زائد ب ج تربيع. يبقى إذا المثلث أ ب ج حاد الزوايا. يبقى أنا أقول له حاضر مساحة شبه المنحرف هتساوي نص في 6 زائد 8 في 5. طبعا يا شباب هتطلع دي 6 زائد 8 ب 14 على 2 ب 7، 7 في 5 هتطلع ب 35 سنتيمتر مربع. ما تنسوش السنتيمتر مربع ده يا شباب. 5 ب برضو من المسائل المتوقعة في الامتحان. فيها الشكل المقابل. إذا كانت د ه بتوازي ب ج، وأ د ب 3 سم، ود ه ب 5 سم، وب ج ب 10 سم، اثبت أن المثلث أ د ه يشابه المثلث أ ب ج وأوجد طول أ ب. حضرتك والله كله يركز برضو في الكتاب معايا يا شباب. بما أن د ه بتوازي ب ج، يبقى إذا قياس زاوية أ د ه هتساوي قياس زاوية أ ب ج معذرة بالتناظر. إذا برضو قياس زاوية أ ه د هتساوي قياس زاوية أ ج ب بالتناظر برضو. يبقى أنا هقول له في المثلثين أ د ه وأ ب ج، طبعا أقول له قياس زاوية أ مشتركة باينة أوي. قياس زاوية أ مشتركة دي حاجة، وإن قياس زاوية أ د ه بتساوي قياس زاوية أ ب ج، وإن
قياس زاوية ألف ه د بتساوي قياس زاوية ألف ج ب. يبقى إذا المثلث ألف د ه يشابه المثلث ألف ب ج، وهو المطلوب إثباته. وبعد كده بيقول لي أوجد طول ألف ب. أوجد طول ألف ب. ألف ب هجيبها إزاي؟ عن طريق التناظر، إن ألف د على ألف ب هتساوي د ه على ب ج، اللي هي هتساوي ألف ه على ألف ج. طيب ألف د اللي هي ب3 على ألف ب اللي احنا عايزين نجيبها هتساوي د ه اللي هي ب5 على 10، وسيبك من ألف ه وألف ج عشان مش معانا أصلا. يبقى ألف ب هتساوي إيه؟ هتساوي طبعا اللي هو المقص، هضرب ده في ده على ده، يبقى 3 في 10 على ال5، يعني 30 على 5 هتطلع ب6 سم. كده احنا جبنا الألف ب. أشوفكم الامتحان الجاي إن شاء الله. معاكم دكتور ماث مستر زياد المصري. السلام عليكم.